تعالى بقى معايا عشان اكلمك على هرمونين بيضربوا بعض طول الوقت عشان يخلوك تشبع او تجوع، وغالبا العلاقه اللي بينهم هي اللي بتظبط اذا كنت امتى لما بتحاول تخس جسمك يستجيب او لا. طب تعالى نفهم سوا. جوه جسمنا برضو في ميكانيزم بيبدا يحس ان انا مستوى او مخزون الطاقه عندي عالي ولا لا. الجسم لما بيكون عنده الطاقه كتير او عنده مخزون السكر كتير بيبدا يحوله الى دهون. الدهون دي لما تتخزن عندي تبدا تطلع هرمون يقول للمخ كفايه كده. الهرمون ده اسمه الليبتين، فده اشاره للمخ ان مخزون الطاقه عندي كتير. نركن ده على جنب. الناحيه الثانيه المعده بتاعتي طول ما هي فاضيه ومستوى السكر في الدم عندي بيقل تبدا المعده تطلع لي هرمون. الهرمون ده قوي جدا في الاستجابه بتاعته، وفي نفس الوقت بقى المخ حساس ليه جدا، اسمه الجريلين. يطلع الهرمون ده يخبط على المخ يقول له لو سمحت افتح بق الراجل ده خليه ياكل. فتبدا حضرتك تاكل عشان تملى المعده. في الوقت نفسه لو انا وزني زايد او لو انا عندي سمنه، ما انا جسمي المفروض مخزون الليبتين فيه كتير لان عنده دهون كتير، فتبدا بقى الزقه، يبدا الليبتين يزق ويقول للمخ لا، وقصاد كده الجريلين طالع يقول له اه. فواحد يجي يقول لي يا دكتور ايه؟ طب ما المنطق بقى يقول ايه؟ ان انا طول ما الليبتين عالي الليبتين يكسب، الليبتين هو اللي يقول له وقف وما تاكلوش والجريلين ما يكسبش. لا، المفاجاه فين؟ ان الليبتين طول ما هو عالي عند الناس اللي وزنها عالي او وزنها زايد بيحصل عندهم ليبتين ريزيستنس، مقاومه للليبتين، فيبدا المخ ما يحسش بوجود الليبتين. فالشخص دوت يبقى استجابته للجريلين عاليه، ياكل اكتر واكتر واكتر، ولما ياكل اكتر واكتر يخزن دهون اكتر واكتر، الليبتين يعلى اكتر واكتر والريزيستنس بتاعته تزيد. وغالبا دي بتكون المعضله في بدايه فقدان الوزن، الويت لوس. بيقول لك يا دكتور انا بدات اعمل كالوريك ريستريكشنز واقلل السعرات بتاعتي، بس انا ما بنزلش عشان محتاجين شويه وقت على ما يبدا المخ تاني يحس بالليبتين. عشان كده بنسرع ده بلعب الرياضه. الحاجه الثانيه عايزين نقول للجريلين ما تطلعش. طب ايه العمل هنا؟ تيجي دور الفايبرز. طول ما انا طول الوقت الفايبرز كتير، الفايبرز تقعد في المعده فتره توصل من 6 ل 8 ساعات. بتكلم النهارده على الحبوب الكامله، بتكلم النهارده على لو هاخد عيش فناخد العيش الاسمر، لو رز اروح الرز البني، المكرونه اخد المكرونه اللي معموله بدقيق الشوفان وغيرها حسب طبعا قدراتي الماليه. نفس الكلام الفاكهه ونفس الكلام مع الخضار. طول ما دول معايا كتير، معدتي مليانه، جريلين قليل، الليبتين يبدا يتظبط، يبدا الجسم يستجيب للي انا بعمله، يبدا وزني ينزل. وهنا اقدر اتحكم عندي في موضوع الجوع. افتكر دايما ان صحتك اهم.